السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. عدنا إليكم من جديد في جولة رياضية مميزة لنستعرض أبرز المستجدات والأحداث التي شغلت الساحة الكروية مؤخرا. إبراهيم دياز ومستقبله مع ريال مدريد. مع انطلاق عام 2025 وبدء سوق الانتقالات، أصبح مستقبل إبراهيم دياز حديث الصحافة الإسبانية بشكل مكثف. وفقا لتقرير نشرته جريدة جولد ديجيتال الإسبانية، يمر دياز بوضع مشابه لما مر به أسينسيو سابقا في ريال مدريد، حيث يواجه تحديات كبيرة للحصول على مكان أساسي في تشكيلة الفريق الملكي رغم موهبته وإمكاناته العالية. التقرير شدد على أن القرارات النهائية بشأن مشاركات اللاعبين تحسم على مستوى إدارة النادي، وليس فقط من قبل المدرب كارلو أنشيلوتي. على الرغم من اهتمام أندية كبرى مثل ليفربول وأرسنال بخدماته، يظل دياز ملتزماً بعقده مع ريال مدريد ويحترم خيارات الإدارة، ما يجعله مستمراً مع الفريق في الغالب كخيار بديل. العديد من الصحف الإسبانية والمغربية أجمعت على أن دياز لم يحصل على فرصة كافية ليبرهن على قدراته كعنصر أساسي، ومع وجود أسماء لامعة في الفريق مثل رودريغو، فينيسيوس جونيور، وكيليان موبابي، يبدو أن فرصه في التواجد بشكل دائم ضمن التشكيلة الأساسية ستظل محدودة خلال الفترة المقبلة.